أهلا وسهلا بكم في قناتكم أومار سبور. هذه القناة المختصة في آخر أخبار المحترفين المغاربة وآخر أخبار المنتخب المغربي والكرة المغربية. فلهذا فضلا وليس أمرا لا تبخلون بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أكد المدرب محمد وهبي جاهزية لاعبيه قبل مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم للشباب، موضحا إلا أنه سيعتمد على نفس الأسس التي عمل عليها منذ البداية. وقال وهبي في الندوة الصحفية قبل المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني: نعرف ما علينا فعله ونعمل عليه بشكل ممتاز. الهدف ليس التعلم بل إدارة المباراة، وهذا مهم لأنها مباراة نهائية. علينا الحفاظ على هدوء الأعصاب واللعب بأسلوبنا حتى في الظروف الصعبة مع تطوير ما أظهرناه منذ البداية. نحن واثقون من أنفسنا ولا أحد يقهر سواء الخصم أم نحن. التواضع مهم، ولأننا يمكن أن نخسر أمام أي فريق وفي نفس الوقت يمكننا الفوز على أي فريق، لذلك سنبدأ بهذه العقلية. يستعيد كامل قوته وقد بذل كل ما في لديه في نصف النهائي. الحمد لله لم يحدث أي شيء، والآن بعد الوصول إلى النهائي سيبذل كل ما في وسعه ليكون حاضرا. يتكلم عن اللاعب ياسين جسيم. وأكد وهبي بأن سر نجاح الفريق يمكن في تواضع اللاعبين بعد المباريات، مضيفا: أدركنا في مصر أننا يمكن أن نصبح أقوى وأكثر تطورا، والحمد لله عملنا على ذلك. لا أعتقد أن هناك منتخبا يمكنه التغلب علينا بهذا المستوى. رؤية اللاعبين الشباب وهم يقدمون كل ما لديهم من أجل العلم ووطنهم يشجع الجماهير على دعمنا أكثر. هذا حافز كبير ومسؤولية إن شاء الله سيمنحنا المزيد من القوة في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني. وقال نجم المنتخب الوطني المغربي عثمان معمة إن تمثيل بلدي في كأس العالم إحساس لا يوصف، مبديا حماسه لخوض النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني. وقال معمر في تصريح لموقع الفيفا: أعتقد أن تجاوز دور المجموعات كان شيئا مميزا، خاصة بعد الفوز على إسبانيا والبرازيل. لا أحد كان يتوقع أن نصل إلى هذا الحد، وقد صنعنا التاريخ بوصولنا إلى النهائي، وهو إنجاز لم يحققه أي منتخب من قبل. وقال معمر: كلاعبين يجب أن نكون إيجابيين دائما. لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الموهوبين وطاقم تقني ممتاز. لم نفكر مطلقا في فكرة إقصاء أو العودة إلى أنديتنا، لأننا نؤمن بجودتنا وبقدرتنا على المضي قدما، فلماذا نتوقف الآن؟ وقال عثمان: لا يوجد سر خاص، نحن لا نلعب من أجل شعبنا لأننا نعرف أنهم يقفون وراءنا. اللعب من أجل المغرب يمنحنا طاقة إضافية. قررنا منذ البداية أن نلعب بالقلب ونشرف القميص الوطني لأنه يحمل قيمة كبيرة. يجب أن تعطي كل ما لديك في أول دقيقة إلى آخر ثانية، وهذا ما نقوم به منذ البداية. ألعب من أجل متعة كرة القدم ومن أجل إدخال الفرح على الجماهير. الناس يأتون من أجل المتعة وعلينا أن نقدم لهم عرضا يليق. أحاول دائما أن أساعد زملائي وأن أسجل الأهداف أيضا كما فعلت أمام البرازيل. أحب أن أقوم بكل شيء: التسجيل، صناعة البهجة للجماهير. لا يمكن تخيل ما يعنيه الفوز بكأس العالم. لم يسبق للمغرب أن حقق هذا الإنجاز. حتى الوصول إلى نصف النهائي قبل 20 سنة كان حدثا لا ينسى، فما بالك بالفوز باللقب؟ سيكون شعورا لا يوصف. بصراحة أنا متحمسا جدا للمباراة النهائية وأتطلع للفوز بها بفارغ الصبر. شرف كبير أن تذكر أسماءنا إلى جانب لاعبين عظماء شاركوا في هذه البطولة مثل ميسي ورونالدين وهالاند وهنري. إنهم من أعظم اللاعبين في التاريخ، والآن جاء دورنا لنكتب فصلا الخاص. نحن على بعد مباراة واحدة من صنع التاريخ، وأؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك. هدفي الشخصي الأول هو الفوز بكأس العالم. بعدها سأعود لأقدم أفضل ما لدي مع فريقي. لا أحب التفكير بعيدا عن المستقبل، أفضل أن أعيش كل يوم بيومه. الآن تركيزي كله في النهائي، وبعدها سنرى ما سيحدث. وقال حسام الصادق عميد المنتخب المغرب في الندوة الصحفية قبل مباراة الأرجنتين: مباراة الغد لن تكون سهلة. المنتخب الأرجنتيني قوي وصعب، ولكننا سنلعب بنفس الروح والعزيمة والإرادة التي أظهرناها في جميع مبارياتنا السابقة. هناك تفاصيل صغيرة ونحن واعون بالمسؤولية الملقاة علينا. إن شاء الله غدا سنبذل كل ما في وسعنا للتتويج والعودة بالكأس إلى المغرب لإسعاد الشعب المغربي وعائلتنا ورفع الكأس عاليا.
وأشار إلى أن ما حققه الفريق الوطني لم يأتي من فراغ، بل هو نتيجة جهود كبيرة بذلها كل من الفريق الإداري واللاعبون، مؤكدا أن كل ذلك من أجل إسعاد الشعب المغربي وتحقيق حلمهم المشترك إن شاء الله. لقد استطعنا الفوز على منتخبات كبيرة، وهذا يدل على التطور الكبير الذي تشهده الكرة المغربية. وأود أن أشكر السيد فوزي القجع على توفير كل الظروف الملائمة للفريق. سلطت الصحافة الأرجنتينية على رأس صحافة لا ناسيون الضوء على اللاعب المغربي عثمان معما، الجناح المغربي الذي يبلغ من العمر 20 سنة، واصفا إياه بالتهديد الرئيسي للمنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية لكأس العالم. وذكرت الصحيفة أن معما برز بشكل لافش خلال البطولة، بداية من هدفه الرائع بضربة مقصية في مرمى البرازيل، وصولا إلى تمريراته الحاسمة ضد المنتخبات أمريكا وفرنسا، ما جعله لاعب أكثر تأثيرا في صفوف المنتخب المغربي وأحد أبرز نجوم البطولة. وأشار لا ناسيون إلى أن معما المولود في جنوب فرنسا سبق اللعب في أندية فرنسية صغيرة مثل مونبولي، حيث ظهر لأول مرة في الدوري الفرنسي قبل أن ينتقل إلى واتفورد الإنجليزي ليواصل تألقه في البطولة الإنجليزية. ونقلت الصحيفة تصريحات اللاعب الذي أعرب عن سعادته بالإنجاز التاريخي للفريق، مؤكدا أنه يلعب من أجل بلاده وفريقه، وأنه يتطلع إلى تقديم أفضل أداء أمام المنتخب الأرجنتيني. كما لفتت الصحيفة إلى مقارنة بين معما والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة من حيث السرعة والقدرة على المراوغة والقوة البدنية، معتبرا أن الجناح المغربي يمثل رمزا للمنتخب الذي نجح في مفاجأة الجميع في مونديال. لم يمر تألق اللاعب ياسين جسيم مع المنتخب المغربي للشبان في مونديال الشيلي دون أن يفتح باب الاهتمام أندية أوروبية خاصة منها الفرنسية، وفق ما أكد موقع فوت ميركاتو الذي أكد ارتفاع قيمة تسويق اللاعب إلى 4 ملايين أورو. وأضاف أن تألق جسيم لاعب دونكيرك الفرنسي في المونديال قد ساهم في هذا الارتفاع، وتوقع أنه قد يزيد مستقبلا. وأشار أيضا إلى أن من بين الأندية الراغبة في استخدام اللاعب هناك ستراسبورغ ومارسيليا، ويبقى الأهم هو التركيز قبل مواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني في النهائي من أجل العودة بالكأس إلى المغرب.